بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كنتاكي. يعني لو عندك أي فراخ، أي حتة فراخ زايدة، سواء اللي هي الوراك دي أو الدبوسة دي أو حتة فراخ من الصدر، أي حاجة هنعملها مع بعض. هنعملها فراخ كنتاكي احلى واطعم وانضف من اللي احنا بنشتريها من بره بكتير خالص طبعا، واوفر كتير. السعر بره غالي. طيب دلوقتي احنا نعمل مع بعض. معانا حتة الفراخ اهي، معانا بصل وثوم مفرومين، معانا البهارات، توابل كمون وكزبرة وسبع بهارات، شطة وبابريكا وكركم. معانا معلقتين زبادي. البهارات اهي بتاعتنا زي ما قلت لكم عليها: كمون، كزبرة، كركم، شطة حارة، سبع بهارات، فلفل اسود. هنحطهم مع بعض، هنقلبهم في الفراخ. طبعا الفراخ كنت انا غسلاها ونقعاها في ليمون وملح وجنزبيل ويعني حاجات كتير علشان ايه الزفرة بتاعه الفراخ دي طبعا مش زفرة ولا حاجة، لان دي انا مربيها في البيت. بس طبعا ايه الفراخ لازم تتنقع وتتغسل كويس وتتنقع. حطيناها، هنقطع برضو، هنعمل يعني فتحات في كل حتة من الفراخ. يعني الدبوسة دي نعمل في كل فتحة في كل حتة فيها. يعني نعمل يعني زي فتحتين او 3 كده فيها علشان الخلطة دي تدخل والطعم طبعا يبقى احلى. يعني الفراخ دي اللي انا ربيتها في البيت طبعا، يعني ما اقولكوش وفرت علي كتير خالص. يا ريت اللي عنده اي مكان او عنده حتى لو في البلكونه ولا حاجه، حتى لو اشتريتي 5 كتاكيت بس، يعني على شهر او 40 يوم هتلاقي عندك فراخ وانضف واوفر ومش هتحسي بيهم يعني. وهيدوك اوزان حلوه طبعا لو اهتمتي بيهم. هنعمل الفتحات دي وهنقلبهم في الخلطة كويس، وبعد كده ايه نحطهم في التلاجة. يعني لو نعملهم بالليل عشان يعني من بالليل عشان نعملهم تاني يوم. يعني لازم يقعدوا في التلاجة يوم، او ممكن لو عملتهم الصبح وتعملوهم اخر الليل يعني اخر النهار. اهو شايفين، هنحاول ندخل الخلطة في كل فتحة من الفتحات اللي احنا عملناها. هتديها طعم وطراوة ما اقولكوش. يعني هم كام حتة عندي، يعني قليلين، حوالي 5 حتت او اكتر، بس بصراحة يعني هوفر علينا طبعا. لو احنا هنشتري من بره هنشتريه بمبلغ وقدره، هنعمله في البيت. يعني بصراحة احلى وانضف وتوفير ما اقولكوش. خلص التتبيلة ونحطهم في التلاجة لتاني يوم. هنغطيهم كويس ونسيبهم. هنبدأ نشتغل بيهم بعد ما سبناهم يوم في التلاجة. هنشتغل بيهم. عندنا هنا فيجيتار خشن اللي احنا بنعمل بيه اي البانيه، او بنعمل بيه اسمه ايه ده برضو البفتيك اي يعني. معانا ومعانا دقيق. هنحط على الدقيق معلقتين نشا كبار. معانا طبق صغير اهو فيه ميه، ادي معلقتين النشا اهو. طبعا احنا متبلين الفراخ، مش هنحط ملح ولا اي توابل ولا بهارات ولا اي حاجه في الخلطات دي، لان احنا متبلينها. بس الفيجيتار اصلا فيه التوابل بتاعته، فيه البهارات بتاعته. حطينا النشا على الدقيق، وهنحط حوالي نص معلقه بيكنج باودر.
هنقلب مع بعض وهنبدأ نشتغل. نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ بقى دلوقتي. هنطلع حتة الفراخ نحطها في الدقيق، نتبلها كويس بالدقيق. خلوا بالكم الخطوة دي. هنحطها في المية، هنطلع من المية هنحط فين؟ في الفيجيتار. شايفين؟ ده اللي بيديه الشكل اللي هو زي بتاع الفيجيتار بتاع بره بالظبط. هنفضها كويس طبعا علشان الزيت ما يتحرقش. مش عارفه الكاميرا كانت مالها، الصوره مش واضحه كويس. برضو هنحطه في الدقيق تاني. نحطه في الميه ونحطه في الفيجيتار تاني. هنعمل كده لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا ونبدأ نقلي. نذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنحط في زيت غزير. أول يبقى زيت سخن، بعد كده نهدي النار خالص. نبدأ نقلب. شايفين الشكل اهو؟ بصراحة الطعم والشكل مفيش أروع من كده، تحفة بجد. ده الشكل النهائي بعد ما قليناه وخلصناه. عملنا معاه مكرونة سباجيتي، عملنا معاه بطاطس محمرة، حطينا مخلل طبعا بس ما كانش لسه حطينا المخلل. يعني الاكل دي لو هنشتريها من بره وهناكلها او هناكلها في مطعم هتكلفنا مبلغ وقدره، لكن هنا اهو ما كلفتناش حتى ربع المبلغ. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.